هلو يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده نجرب مع بعض بلاشر او الليكويد بلاشر بتاع لاست لوك. المفروض ان هو نازل جديد فهنجربه مع بعض. هقول لكم الدرجه اللي معايا ايه. درجه 101. وبالمره كده قلت بما اني هجرب لكم التنت ده هجرب معاكم تنت تاني برضو ليكويد. ده بتاع بريتي وومن. ده شكله ده مش جديد ولا حاجه، بس قلت اجربه معاكم برضو لان انا اول مره اجربه. الدرجه بتاعته رقم 5. هعرفكم في الفيديو ده ايه الفرق ما بين البلاشر اللي هو بيكون ليكويد زي دول والبلاشر اللي هو بيكون بودر عادي، وامتى تحطي ده وامتى تحطي ده. فهنحكي كتير قوي في الفيديو، هقول لكم معلومات هتكون مهمه ليكي لو انت ما تعرفيش الحاجات اللي انا هتكلم معاكي فيها دي. زي كل مره بقول لكم، لو انت اول مره تيجي اشتركي في القناه وفعلي الجرس، اعملي لايك للفيديو ده، يا رب الفيديو يعجبك. ويلا بينا نبدا. بصوا، انا اول بلاشر هجربه معاكم اللي هو بتاع لاست لوك. بس قبل ما انا اجربه معاكم عايزه اقول لكم ان انا كنت حاطه، او انا دلوقتي يعني حاطه الكونسيلر ده بتاع ميه سينما، وعملت لكم عليه ريفيو. مش عارفه هينزل قبل الفيديو ده ولا بعد، فتابعوني هتلاقوه موجود يعني على القناه بتاعتي، يا اما هقول لكم يعني لما الفيديو اللي احنا بنصوره دلوقتي ده ينزل هقول لكم في اول كومنت انه التاني نازل ولا لسه. فروحوا شوفوه هيعجبكم جدا. هجرب معاكم التنت ده. كنا نحطه على الناحيه دي، شكله عامل كده. بصوا يا جماعه، هو بيجمنت جدا ولونه قوي جدا جدا. ما كنتش متخيله، كنت متخيله ان اللون هيكون خفيف او باهت كده شويه، لان هو درجته فاتحه كده شويه. بصوا يا جماعه، بعد ما قعدت اخفف فيه شويه فهو بصراحه بيجمنت جدا جدا جدا. فخلوا بالكم وانتوا بتحطوا تحطوا منه تنتوفه كده، لان لونه قوي قوي، لونه فظيع. هجرب معاكم دلوقتي البلاشر بتاع بريتي وومن. البني ادم يتعلم من اخطائه، يحط نفس الكميه. كنت بوريكم بس الموبايل لقيته ما بيصورش عشان المساحه، بس كنت بوريكم الانبوبه بتاعته. بصوا يعني شبه التانية. وحطيت ودمجت واكتشفت ان انا حطيت كميه كبيره برضو زي التاني، مع ان انا كنت بقول لكم ان انا مش هحط كميه كبيره علشان ما غلطش نفس الغلطه. جماعه بجد الاتنين بيجمنت قوي. وعايزه اقول لكم ان انا عشان كنت بشوف حاجه على المساحه، بحاول ان انا اظبط المساحه عشان اعرف احط ارجع اصور تاني. عايزه اقول لكم ان هو ثابت. هنحاول كده ننقذ ما يمكن انقاذه. فده ان دل عن شيء يدل على ان هو ثابت جدا، يعني دي حاجه حلوه. بصوا انا حاولت اخففه، والله الاتنين تحفه يا جماعه، تحفه. آه الفرق ان يعني الدرجات مختلفه، بس لو انتوا يعني واضحه معاكم على الكاميرا الاتنين حلوين جدا. لو هتقولي لي اجيب انهي ده ولا ده، هقول لك الاتنين تحفه تحفه. وعايزه اقول لكم بصوا الدرجات، لان انا لقيت الموبايل منور قوي فالدرجه مش واضحه زي دلوقتي، هتكون واضحه لكم شويه. عايزه اقول لكم ان انا متاكده ان هم هيقعدوا معاكم فتره كبيره جدا جدا، لان انت هتحطي منها تنتوفه تنتوفه. بصوا انا كده عشان انا حطيت كذا نقطه، فانتوا وانتوا بتحطوا حطوا اللي هو فاهمين، اللي هو كده، وادمجي وشوفي الدنيا ايه وحطي تاني مش مشكله، لكن ما تكتريش عشان ما يكترش معاكي زي كده. ايه الفرق بقى ما بين البلاشر اللي هو بيكون ليكويد زي ده وما بين البلاشر اللي هو بيكون باودر؟ البلاشر اللي بيكون ليكويد زي ده بحس ان هو ثابت اكتر، الباودر بيطير بسرعه. الا لو انت حطيتي ليكويد زي كده وثبتيه بلوز باودر وبعد كده حطيتي عليه بلاشر باودر، هتلاقي الاتنين ثبتوا معاكي. لكن انا بحس ان ده بيكون ثابت اكتر، وخصوصا لو انت حطيتي عليه باودر فهتثبتيه اكتر. طبعا مش كل الانواع بتطير بسرعه، بس معظمه بيطير بسرعه، مش بيكون ثابت شويه زي البلاشر ده. امتى تجيبي ده وامتى تجيبي ده والله براحتك انتي، يعني هما في الحالتين الاتنين بيكونوا حلوين. ولكن بحس ان انا بالنسبه لي بحب التنت اكتر. اولا بيبقى منظره طبيعي كده شويه، تحسي ان انتي كانك انتي لو خصوصا لو جبتي درجه لايقه على بشرتك قوي، كانك انتي مورده كده شويه، او انتوا فاهمين قصدي. دي حاجه. الحاجه التانية ممكن تحطيه فوق عينيكي برضو، ممكن تحطيه على شفايفك، تعملي لون كده على شفايفك. مش زي البودر ممكن تحطيه على عينيكي طبعا عادي، لكن مش هتحطيه على شفايفك. دول ممكن تحطيهم على شفايفك عادي، تعملي ميكس اللي هو درجات، اللي هو تبقي حاطه نفس لون الروج نفس البلاشر يعني وكده. انا بفضل اللي بيكون ليكويد اكتر عن اللي هي بتكون باودر. طبعا الاتنين اللي انا حطيتهم معاكم دلوقتي الاتنين دول ادوا فينش مات، يعني مش مفهوش لمعه، اللي هو المطفي يعني.
لو حابه ان انت تحطي بلاشر او ليكويد بلاشر في لمعه، هو ده بتاع ماي سينما، انا كنت طبعا بحطه معاكم على طول وعامله عنه ريفيو عندي على القناه. بس الناس اللي اول مره تشوفني برضو هقول لكم بسرعه كده، بيكون مكتوب عليه ليفتر بلاشر. ليفتر بلاشر يعني بيكون فيه لمعه كده شويه، حتى لما انت بتحطيه بصوا، لما انت بتحطيه ما بيكونش مطفي، بيكون فيه زي لمعه كده بصوا، فاللي هو بيكون بلمعه كده بيديكي اللي هو الشكل الجلوي اللي حاطه هايلايتر كده، انتوا فاهمين قصدي. بس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسيش لو انت اول مره تيجي اللايك وكومنت حلو زيك واشتراك في القناه، واشوفكم في الفيديو الجاي على خير. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. باي باي.